يا مساء الفل ومساء السعادة على عيونكم. معاكم قناة أكلة وقصة. يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى فطاير أو معجنات على شكل كب كيك كده، وردات كده جميلة جدا وهتعجبكم جدا وهتعجب أولادكم. هنعملها محشية بالجبنة القديمة وتقدروا تحشوها بأي حشوة انتوا بتحبوها. عجينة سهلة وبسيطة، من غير بيض من غير لبن، مش مكلفة خالص، من مكونات من البيت هتقدري تعملي المعجنات القمر دي. شايفين الشكل وشايفين الطراوة من جوه ومن بره، حاجة كده قمر قوي. يلا بينا على الطريقة. أول حاجة معايا نص كيلو من الدقيق، أي نوع دقيق عندك تستخدميه، دقيق متعدد الاستخدامات مش حتى دقيق مخبوزات. هننخله كده زي ما انت شايفة كده، وهيبقى معانا دقيق قمر جدا. بعد كده هستخدم نص معلقة صغيرة من الملح، يعني أنا استخدمت نص كيلو من الدقيق عليه نص معلقة صغيرة من الملح، معلقتين كبار من السكر، ومعلقتين كبار من اللبن البودرة. وده اختياري، ممكن تستغني عنها لو ما عندكيش لبن بودرة، وهتطلع معاكي عجينة قمر وجميلة جدا. ومعايا كمان معلقة كبيرة من الخميرة. تقدروا تستخدموا الخميرة على المكونات الجافة كده زي ما هي، أو تحطيها على كوباية المية مع السكر يتفاعلوا مع بعض، وتبدأي تعجني بيها زي ما تحبي. حابة تعملي بالطريقة دي أو الطريقة دي، الطريقتين ناجحين. هنبدأ بقى نعجن العجينة بتاعتنا. معايا هنا كوباية ونص من المية الدافية، أنا النص كيلو دي أخد معايا كوباية ونص من المية. كل دي على حسب نوعه، حسب هو بيشرب ازاي، قد ايه سوائل. فحاولي تنزلي السوائل بالتدريج لحد ما تتأكدي ان العجينة بدأت تلزق معاكي وتلم معاكي. مهم قوي ان العجينة تبدأ تلزق في الايد، وبعد كده نعجنها حوالي 10 دقايق او ربع ساعة بالايد، هتبدأ تلم معاكي بكل سهولة. لو بتعجنيها في العجان مش هياخد منك 5 دقايق، لكن لو بتعجنيها على ايدك هتحتاجي 10 دقايق كده تعجني فيها، علشان خاطر الخميرة تتداخل مع الدقيق كده، وتدي تعمل مطة كده للعجينة، وتلاقيها خمرت حلوة أوي، وتبقى عجينة كده نافشة وجميلة، وتعمل فقاقيع كده اللي أنا وريتها لك في أول الفيديو، وتدي طراوة كده للعجينة. كل ده بيجي من العجن الزيادة. دايما شايفين كده العجينة لمت معايا بعد ما عجناها. هننزل عليها ب3 معالق كبار من الزيت، هنعجنهم بيها عجنة بسيطة خالص، يا دوبك نلم بيهم العجين وبس كده. هنغطيها بأي حاجة عندنا، بأي كيس عندك، بلاستيك فيلم، أي حاجة، هتسيبيها لمدة ساعة أو ساعة إلا ربع. في الصيف لو انت في الشتاء هتسيبيها لمدة ساعة ونص تخمر تماما. زي ما شايفين العجينة بقى بتنط معاكي، وهتبقى بتاخد وتدي، وهتنفش معاكي وهتتكسر حجمها. شايفين حجمها صغير ازاي؟ دلوقتي بقى هوريكم العجينة بعد ما هنغطيها ونسيبها ساعة، هتلاقيها نفشت معانا وبقت قمر قوي. وده شكل العجينة بعد ما خمرت معانا. هنبدأ بقى نشكلها. زي ما انتم شايفين العجينة تقدري تشكليها زي ما تحبي، كور كبيرة أو صغيرة. أنا حبيت أعمل المقاس اللي انتم شفتوه، كب كيك كده شكله محترم وجميل. الواحدة مشبعة كده للطفل الصغير، تقدري تديله واحدة أو اتنين في لانش بوكس، هيبقى كأنه واخد ساندوتش كامل كده متكامل، وهيشبعه إن شاء الله. لو حابة تعمليها أصغر من كده مفيش أي مشكلة خالص. أنا هنا بدأت أكور العجين بتاعتي، وهسيبه يرتاح لمدة 10 دقايق. العجين النص كيلو عمل معايا حوالي 10 كور من الكب كيك اللي انتوا شفتوهم في الأول دول، وشكله قمر جدا. هقولك على 3 أشكال تقدري تشكلي بيهم العجينة دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. زي ما انتم شايفين بعد ما شكلنا العجين هنبدأ نغطي العجينة عشان ما تنشفش معانا بأي كيس بلاستيك أو أي كيس تلاجة عندك في البيت. وبعد كده بقى بعد ما نغطيها ونعدي عليها 10 دقايق هنبدأ نشتغل فيها. هنجيب بقى قطعة من العجين ونبدأ نفردها بالشبه زي ما انتم شايفين على شكل دايرة. عايزه اقول لك طريقه التشكيل بتاعها سهل جدا. معايا هنا بقى انا جبنه قديمه، تقدري تستخدمي الحشوه اللي انت بتحبيها، لانشون، جبنه قديمه، جبنه تركي، جبنه فيتا، جبنه قريش مع شويه بقدونس، جبنه ريش وشويه زعتر وحبه البركه، هتطلع معاكي قمر قوي. انا بدات احط قطعه من العجين واقفل عليها كده زي القطايف، وبعد كده بجيب سكينه او القطاعه بتاعه البيتزا واعمل شرايط كده لبقيه العجينه، وابدا اكمل اللف بتاعها، وبعد كده اقفلها على شكل دايره تديكي شكل الورده اللي انت شايفاها دي. ودي اول شكل للتشكيل، تقدري تحطيها بنفس المنظر ده على اي صينيه مدهونه زيت وتدخليها الفرن، هتطلع شكلها حلو جدا. او التشكيل التاني ان انت ممكن بعد ما تلفيها رول ما تعمليش الدايره الاخيره دي، ويطلع برضو شكلها حلو جدا، وعليها كده تعريجات كده بالطول، شكلها حلو. زي ما انتم شايفين بنقفل عليها زي القطايف، وتكملي لف لحد الاخر. بعد ما تعملي الشرايط بتاعتك دي هتطلع شكلها حلو جدا.
وتحطيها بشكل مستقيم، هتطلع عاملة زي الساندوتش كده الفينو، هتطلع شكلها لذيذ. ده الشكل التاني اللي تقدروا تحطوه معاكم في الصينية. والشكل التالت والأخير اللي احنا عاملين معاه الفيديو النهاردة، إن احنا بنقفلها على شكل دايرة ونحطها في قالب الكب كيك، تاخد الوضع بتاع شكل الكب كيك كده. يا دوبك هنسيبها تخمر فيه لمدة نص ساعة، هتلاقيها أخدت نفس الشكل بتاع الكب كيك القمر ده، وهيطلع جميل جدا. هجيب القالب بتاعي وهدهنه دهنة من الزيت زي ما انتم شايفين كده. طبعا عايزة أقولك على حاجة، احنا كنا دايما في المصايف لما بنروح على البحر بنبقى جعانين جدا، ماما كانت دايما تعمل لنا المعجنات، خلية النحل بقى، فطاير، سندوتشات، فطاير بالسكر. الحاجات دي بتطلع قمر قوي في المصايف، وكمان حلوة قوي في المدارس، بتطلع جميلة جدا. زي ما انتم شايفين كده، باخد شكل الوردة بتاعتنا وابدا احطه في القالب بتاع الكب كيك ده، وهسيبه لمدة نص ساعة في القالب لحد ما يخمر وياخد الشكل والوضع اللي انا بقولك عليه. انا هوريكي اخر مرة كده لطريقة التشكيل بتاعنا. يا دوبك بفرد العجينة كده على شكل مستقيم، وبعد كده بقفل، بحط الحشوة بتاعتي واقفلها كده على زي القطايف، وبعد كده اعمل خطوط بالقطاعة بتاعت البيتزا، وبعد كده بلفها على شكل دايرة تديني شكل الوردة. دي شكل الوردات بتاعتنا. انا عملت 10 من الوردات القمر دي اللي عامله زي الكب كيك، حاجه كده جميله وقمر، تنفع معاكي في فطار وعشاء سريع ولطيف. تقدري تحشيها كل الحشوات اللي تتخيليها، جبنه في المانك، جبنه مثلثات، زي ما قلت لك بسطرمه، شويه لانشون زي ما تحبي. طبعا الوش عشان تاخدي اللون القمر اللي انت شفتيه ده، انا جايبه معايا هنا صفار بيضه ومعاها نص معلقه صغيره من الفانيليا، وهدهن الوش بتاعنا. طبعا انت لو ما عندكيش بيض او عايزه حابه تستغني عن البيض ده، ممكن تدهنيها دهنه من اللبن، هيطلع برضو حلو وجميل وهتديكي لون حلو، او دهنه من لبن ونسكافيه ومعلقه صغيره من السكر، او حتى شويه ميه ومعلقه صغيره من النسكافيه وشويه سكر، هيديكي لون قمر كده وحلو جدا. تقدري برضه على الوش تزينيها شوية من السمسم أو حبة من حبة البركة لو انت حابة، أو حتى تستكفي بيها شكلها كده زي ما هي سادة. حاجة كده سهلة وبسيطة جدا. في الوقت ده احنا هنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180، هي بتخش على فرن ساخن مسبقا. بنحطها في الرف الوسطاني، بنولع عليها من تحت ومن فوق لو الفرن يسمح، بس لو هتولع عليها من تحت ومن فوق هتولعي من فوق حاجة بسيطة خالص. وبتقعد في الفرن لمدة تلت ساعة كده تستوي. لو انت ما عندكيش الشواية تحت بيولعوا مع بعض، هنولع عليها من تحت الأول تاخد لون، وبعد كده هنولع عليها الشواية لمدة 5 دقايق. أول ما تطلع وهي سخنة كده هنجيب قطعة من الزبدة وندهنها بيها، ممكن تدهنيها دهنة من السمنة، بس الزبدة بتديها طعم وبتديها لمعة كده ولون شكله قمر قوي. وبس كده، شايفين احلى وصفه فطاير خلصت معانا بطريقه سهله وبسيطه جدا. لو عجبتكم الوصفه ولسه مكملين معايا لحد دلوقتي، متنسوش تعملوا لي لايك، ولو حابين تتابعوا لي وصفات اكتر تقدروا تدوسوا على علامه الجرس في القناه، وتقدروا تعملوا اشتراك وتتابعوا وصفات ليا اكتر. يا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب الوصفه تكون عجبتكم. لو حابين لي وصفات اكتر او حابين وصفه معينه، اكتبوا لي تحت في التعليقات، بقرا كل التعليقات، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. لو في اي حاجه نفسكم فيها انا هعملها لكم. شكرا لكم على المتابعة، وأتمنى لكم مشاهدة سعيدة، وباي باي.